رسالة بس لشعب مصر اللي عمال يقول للدول الخليج احنا اللي ملبسينكوا واحنا اللي معلمينكوا واحنا وانتوا من غيرنا اساسا كنتوا بلاد ضايعة وكان عندكوا خيم واحنا كان عندنا فيلل وكان عندكوا بتمشوا بالجمال واحنا كنا بنركب العربيات. اصحى وفوق واعرف بلدك في ايه دلوقتي، وما تفضلش تقول كلام وتتنطط بيه خلاص. انا واحد مصري تمام، الواقع اللي انا عايشه ان اقتصاد بلدي صفر، الاقتصاد بتاع بلدي تحت الارض. فبلاش افضل اتنطط. دول الخليج دول الخليج معاها فلوس وتتنطط علينا وعلى اللي جابونا علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر مفيش اقتصاد في بلدك. انت كل شويه لما بتغلى حاجه بترجع تلطم. بتحب الشعارات؟ احنا اللي كنا الاول ملبسينكوا واحنا كنا الاول عاملينكوا واحنا انتوا مين دي احنا جيش مصر يالا، دي احنا مش عارف ايه. شعارات على الفاضي. انما البلد اقتصادها واقع بقالنا اكتر من حوالي 16 سنه عمالين ناخد فلوس ناخد فلوس ناخد فلوس بس. لا بنسد ولا بننيل ولا في مشاريع اساسا معموله عشان خاطر نسد الديون. فاعمل حسابك ان انت عايش انت وعيالك وعيال عيالك عشان تسد ديون مصر اللي هو بسببها قادة تمام عمالين يجيبوا ديون وخلاص. يقول لك طب هنعمل ايه؟ طب هنعمل ايه؟ انت ما تعملوش حاجه. ويا ريت شعب مصر حوار بقى اللي شغال على التيك توك والفيسبوك ان احنا عاملين نتنطط على الخليج ونقول لهم انتوا من غيرنا مالكمش لازمه وان احنا احسن منكم وان احنا بلد شعبها وكرامتها. احنا الحمد لله عندنا كرامه وعندنا عزه نفس، وعشان كده لازم نعترف باللي احنا فيه. احنا الاقتصاد بتاعنا واقع وزي الزفت، ومفيش حد متسبب في الاقتصاد بتاعنا اللي واقع زي الزفت غيرنا احنا، غير القادة والمسؤولين. من الاخر ما ترجعش تقول ان احنا دولة بسم الله ما شاء الله. احنا دولة هتغنى وهتبقى كويسة لما القادة بتوعهم تفوق وتخلي الشعب يعلى بالاقتصاد. اوكرانيا تتضرب احنا نتأثر، ايران تضرب احنا نتأثر، يضرب دول الخليج احنا نتأثر. احنا ما عندناش حاجة. احنا ما ينفع. اما لو دخلنا حرب هنعمل ايه؟ هنلطم؟ لازم نفوق بقى. انا بصراحة زهقت من الاشعارات وزهقت ان احنا اللي عملنا واحنا احنا دلوقتي ما فيش ضايعين. لازم نعمل حاجة. وصل صوتك.